ما قيمة هذه الدنيا أيها الأحبة؟ هل تستحق هذه الأحزان؟ هل تستحق هذا الكدر؟ هل تستحق هذا الضيق؟ ابتسم واشرح صدرك وحلق عاليا. العيش هناك وليس هنا. هذه دار الأكدار والحزن، والجميع يقلب فيها بالكدر والحزن، لا تستثني أحدا. لكن أهل الإيمان تكون سلوتهم بالله وبما عنده، فتخف عليهم وتهون المصائب وما يقع بهم من الآلام والعلل والأوصاب. هذا الفرق. أما غيرهم فلا يوجد أحد، لا يستثنى أحد من كدر، الكل يلاحقه الكدر، وكل بحسبه، كل بحسبه. هذه دار الكدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما يمكن أن تحول إلى حال أخرى تكون دار لذة وراحة، فذاك في الجنة هناك تحتاج إلى عمل وصبر. هذا الذي يكون في الدنيا من المتاع وما إلى ذلك لا قيمة له، عرض زائل وعما قريب يتقشع. اليوم أتأمل مع نفسي في حال كثيرين ممن أعطاهم الله وأولاهم. أمر وأنا أمشي من بيوت أعرفها وأعرف أهلها، الأم توفيت، الأب توفي، الأعمام توفوا، وكانوا في أيام يعمرون هذه الدور، تلاحقوا واحدا بعد الآخر. أين هم؟ أين الأموال التي كانت في أيديهم؟ أين المراكب؟ كل ذلك لم يبق منه شيء. ذهبت أفراحهم ولذاتهم وأحزانهم ونحن في الطريق. لكن يحتاج الإنسان يكون له فقه أيها الأحبة في النظر في ذلك كله، وأن يتطلع إلى الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. من كرمه تبارك وتعالى أنه يدعو عباده، يأمرهم بالدعاء ويجيب دعاءهم ويحقق سؤلهم، تيهم من فضله سبحانه وتعالى مما سألوا ومما لم يسألوا، فيكون له إحدى ثلاث. ماذا يريد أكثر من هذا؟ إما أن يدفع عنك من الشر مثل ما دعوت وأنت لا تشعر، وإما أن يتحقق لك المطلوب، أو يدخر في الآخرة فأنت في ربح محقق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعل